شايف الجمال يا هطل؟ رجليك حلوة قوي يا سمر. عصام يا حبيبي، الفطار جاهز. فطرت خلاص يا قلبي، طب تحب اعمل لك كوبايه شاي بلبن؟ وخلي اللبن يغلي نص ساعة علشان الميكروبات. يغلي نص ساعه؟ تلت. ايه مالك؟ ملبوخ ليه؟ انا لا خالص، مفيش اي حاجه ملبوخ. بقول لك ايه يا زينب، ما تيجي نخش جوه عشان عايز اقول لك على حاجه كده. رجلك حلوه قوي يا سما. تعالي يا زينب، ده بيخرب، ده سخن صدقيني. وديني ما انا والده، والله لا اقول لاخويا. عيل صغير يا بدر، اختك بتتبهدل وانت عايش لسه ما متش يا بدر. يا زينب احنا كل يوم هنصطبح على الموال بتاعك انت وجوزك ده. شوف لك يا سيدي حل في اختك دي، كل ما اعمل حاجه اقول لي بدر ايه يعني، هتضربني ولا ايه؟ هضربك يا عصام، لو ما احترمتش نفسك واحترمت اختي هضربك. اتفضلوا اقعدوا بقى كلوا لقمه، مش عايز اسمع الموال ده تاني. هو في ايه؟ حصل ايه؟ يا ست البغبغان اتجنن. ايه؟ تقول ايه يا اخويا؟ حط بس السماعه عشان تسمعيني واسمعك. بقول لك البغبغان اتجنن بقى، بيتبع دبه النمله. الواد اللي فوقينا بيعاكس البت اللي قدامنا. البغبغان سمعه، نقل الكلام، افتكرت انا اللي قلته. معقوله؟ عصام مؤدب مهذب ما يعملش كده. طب ايه رايك امبارح وانا بفتح الباب لقيته واقف في بير السلم والبنت سمر واقفه فوق وكان بيبص على رجليها؟ ايه ده؟ البغبغان في الشارع، لا يكون حد خده. صباح الخير يا انسه سمر. صباح الخير يا استاذ عصام، شكلك بتحب البغبغان ده قوي. بحبه جدا. وكنت بتتخانق في البلكونه مع المدام عشان البغبغان برضو؟ لا ابدا، انا البغبغان بتاعي مؤدب ومحترم. رجلك حلوه قوي يا سمر. اقعدي هنا يا امل يا بنتي. رجلك حلوه قوي يا امل. يلا نمشي من هنا. ما ياخدش لحمه النهارده خالص يا عمية، ياخد لبن وسكر بس. ماشي؟ عم علي السلمونيلا زياده. ماشي خلاص، زود لهم شويه سلفي. ماشي، مش هوصيك يا عم علي. ماشي يا دكتور فؤاد. يا بوسي يا حبيبتي اسمعيني، مش كل يوم بطاطس بطاطس بطاطس. يا دكتور اعملي اي حاجه. خلاص ثانيه واحده. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا سيدي. بعد اذن حضرتك ما ردتش عليا بالنسبه لخطه البحث بتاعتي، حضرتك قريتها ولا لا؟ دي رابع مره اقدمها. خطه ايه وبحث ايه؟ البحث بتاعي يا فندم السلوك الذهني للحيوان وتاثيره على عمره. يا ابني سلوك ايه وذهن ايه؟ ثانيه واحده يا حبيبتي، هكلمك بعدين. السلوك الذهني يا فندم للحيوان وتاثيره على عمره، عمر الحيوان يعني. يا ابني الاعمار بيد الله. ما حدش يعترض يا فندم، انا عارف ان انا بتكلم على البحث. الحاجات دي ما تتعملش هنا، انت في مصر يا حبيبي. فين؟ ثاني يعني في مصر؟ الحاجات دي تتعمل بره. يعني يا دكتور هو انا ذنبي ان انا بفكر في حاجه مختلفه؟ ايوه ذنبك يا سيدي. يا ابني فكر في حاجه تخدم بيها المجتمع بتاعك. تعمل بحث عن العلف، عن التسمين، الفراخ البيضاء. فكر في حدود مجتمعك، اللي يخرج عن النظام ده يتجنن. يعني خلاص يا دكتور مفيش امل اخد الماجستير؟ بالطريقه دي مش هتاخد حاجه ابدا في البلد دي. يعني اخدها من قصرها واطفش؟ اطفش. بلاها الماجستير. ايوه وبلاها التعليم من اساسه. انا كان ايه اللي قعدني؟ ما كنت اتخرجت وغرت سافرت. اي خير يا اخ عيني. لو سمحت، عندي عصفوره ارمل هتتجنن، عايزه اودي. العصفور ده عاجبني قوي. يا ترى ذكر؟ ذكر قوي. اصل دايما غشيمه وبتخم وما بيطلعش. لا هيطلع ان شاء الله حضرتك. بصي طالما في بقعه على خده غامقه يبقى ذكر على طول. طب هاخده على ضمانتك. خديه وكلها اسبوع هتلاقي القفص كله بيض. استني انت يا اخ، خد يا كابتن. ايوه. عايزين نرجع الكلب الوحش بتاعكوا ده. ليه يا فندم؟ عشان اخدته منك الاسبوع اللي فات على اساس انه جامد وهيعشر الكلبه بتاعك. وبعدين؟ ما عشرهاش. بقول لك ايه، روح اتفرجي على السمك اللي هناك ده. وطي صوتك بس، في انسات واقفين. انا ماليش دعوه، المهم رجعه. اديله فرصه تانية يمكن محرم. الله ما قلت لك الكلب القله بتاعكوا ده ما يلزمناش. حضرتك ممكن تكون مش مهيأ له جو مناسب في البيت. جو؟ ازاي يعني؟ يعني حته مزيكا، شمعه، تشوح له حته كبده. ده انت بتتسلى علينا بقى. اللي بيسرح بينا. دي فلوس اتصرفت وخلاص. الحق ده بينصب، علق لي الواد. ايوه بنصب. ايه يا جماعه؟
احنا مش قادرين نفهم بعض ليه؟ مش ممكن، شكلك قشطه طحن وانت بتتعلق يا انت. يا انت. طب سلام عليكم. ايه يا هانم؟ انت مش هتاخدي العصفور ولا ايه؟ لا متشكره خلاص، اذا كان الكلب ما عملهاش. وبعدين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. مالك راجع بدري قوي كده؟ زهقان يا عصام، زهقان. ليه بس؟ من اللي بيحصل لي. انا خلاص قررت اسافر لعمي ومش هرجع في كلامي. ليه؟ مخنوق. مش اكتر مني. انت ايه اللي عامله في نفسك ده؟ فكني طيب، فكني. استغفر الله العظيم. برضه الموبايل مقفول. يمكن باعه. باعه. هو شحات زيك؟ مش بتكلمه بقالك اسبوعين، مقفول. جايز النمره فيها حاجه غلط. جاي. يلا. الله يرحمك يابا. هو اللي خلاني احب المجال اللي انا فيه ده عصام. وانا صغير كنت بحلم اني اطلع زيه. ما انت طلعت زي اهو، دكتور بيطر قد الدنيا. هو كان موضوع تاني. كانت الحيوانات هي كل حياته. كان دايما يقول لي يا بدر اخلص للحيوان يخلص لك اكتر من البني ادم. والاخلاص ده هو اللي طير دراعه. غلطه يا سيدي. الانسان بيغلط، عايز الحيوان ما يغلطش. خلاصة الكلام، لو عايز نصيحة من اخ انسى بقى الماجستير والهبل ده كله وتوكل على الله، سافر لعمك. عندك حق يا عصام. الظاهر ان انا كنت اهبل. عايز تعمل ابحاث عن الحيوانات في بلد ما فيهاش ابحاث على البني ادمين. حياة البني ادمين متوقفة على الحيوان. اكل، لبس، شرب، دواء. من غيرهم ما نسواش حاجة. لا، النظرية دي في بلاد تانية، انما هنا بقى يعوض عليك ربنا. هيعوض ان شاء الله. بدر ورحمة ابوك شوف لك حل في موضوع الكوابيس بتاعك كل يوم دي، ويا ريت تعرض نفسك على دكتور نفساني وتريح لك. هقول له ايه؟ بشوف نفس الحلم كل يوم. قول له اي حاجة. ايه يا حماتي؟ نعمل لك باب فايبريشن؟ صباح النور يا حبيبي. اقعدي بقى. ايوه ايوه. صبانه صابونة؟ انتوا جايين تستحموا هنا ولا ايه؟ فهموني يا جماعة. Sugalaba, Siabunga. ايه ده؟ فهموني يا جماعة. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كمان! اسد يا بدر! اسد! خايف من ايه؟ ده شبل. شاكر نجم الدين، محامي السيد طاهر الكاشف، عمك يا اخ بدر. اهلا يا فندم. انا لسه واصل من جنوب افريقيا امبارح بس. اهلا وسهلا. للاسف عندي خبر سيء. خير؟ عمك توفى من اسبوع. الباقي في حياتك يا بدر. شد حيلك يا زينب. باقية في حياتك يا بدر. الأمر بيد الله يا ابني. السيد طاهر يملك جيم بارك في جنوب افريقيا، يعني حديقة حيوان مفتوحة، بالإضافة إلى خزنة مقفولة في أحد البنوك. هو كان مديني كشف بأسماء الورثة وموصيني إن الخزنة ما تفتحش إلا في وجودهم. ويا ترى بقى مين الورثة؟ طبعا بنته جميلة وزوجته الحالية مدلين وولاد أخوه أنت والأنسة زينب. أنسة؟ هو أنا مش مالي عينك ولا إيه؟ أنت مين بالظبط؟ أنا جوز الأنسة زينب. أنا آسف. عموما أنا جاي أخد الورثة معايا علشان يحضروا فتح الخزنة وتقسيم الميراث. بس أنا هسافر إزاي وأنا كده؟ ممكن توكلي أخوك. وأخوها ليه يعني؟ هو جوزها مات؟ الحقيقة أنا ما عنديش فكرة. لا أنا هوكل جوزي. عموما أنا هخلص إجراءات السفر بسرعة وإن شاء الله هنسافر يوم الجمعة. شد حيلك يا بدر. شد على الله. صباح الخير. صباح النور. أنا الحقيقة اتكسفت من نفسي قوي بعد الحركة العجيبة اللي عملها البغبغان امبارح، فقررت أربي حاجة تانية. أكيد أرانب. إيه ده؟ إيش عرفك؟ ما أنت شكلك كده بغبغانات، عصافير، أرانب، يا دوب يعني. أنا فعلا معايا أرانب. بيض ولا سم؟ لا. الحق يا شويق، في أسد في المترو. اسد؟
جايب لكم ضيف جديد يا ولاد. ماكس من جنوب افريقيا، وده كردي من بين السرايات، واللي هناك ده بقى عصام. اول ما اتولد كان عيان وهيموت، فضلت قاعد جنبه اسبوع لغايه ما رضع رضعته. هتوحشوني يا ولاد، مش عايز مشاكل، عايزكم تبقوا مؤدبين وتعاملوا الضيف الجديد كويس عشان يقولوا دكتور بدر عارف يربي. يا ماكس. ايه الدكاتره اللي مروا عليك؟ ايوه يا فندم. كلهم؟ في عمليات ولا حاجه؟ لا مفيش عمليات. طب شوف شغلك. السلام عليكم. سلام يا سيدي. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. دي وثيقه اهداء الشبل الجديد للجنينه هنا، اتفضل. طب يا سيدي. ودي استقاله مسببه، وارجو قبول الاثنين بعد اذنك. اعتبر الاثنين مقبولين. وناوي عليه يا ابو الفتير؟ ولا حاجه، هروح بقى للناس اللي بتفهم وبتقدر البيطري والبياطره. طريقه سلامه يا فاشل. من فضلك يا دكتور، يعني حتى لو اتقابلنا بعد 20 سنه اوعى اسمع كلمه فاشل دي منك. اتفقنا؟ سلام. سلام. وشوف حرف بدل السين اللي تعبك. الله يرحمك يا عمي. مرة الله يرحمك يا ابويا، ومرة الله يرحمك يا عمي. ربنا يستر على ستك. اخر مرة شفته فيها يوم عز ابويا، جبت معانا وخدني في حضنه لغاية الصبح. قعد يقول لي ما تعيطش يا بدر. وانا رحت فين؟ راح. الله يرحمه كان راجل طيب. وما دام كان حلو كده ليه ما ساعدكش؟ ما ساعدنيش. ده متحايل عليا اول ما اتخرجت اني اسافر له، اقعد معاه هناك واشتغل معاه. بس انا اللي ما كنتش عايز اروح له لو على الاقل معايا الماجستير. بس الظاهر ان انا كنت غبي يا عصام. والاموره دي تبقى جميله بنته مش كده؟ امها ماتت وهي عيله صغيره. كويس عشان نعرف نتحكم في الورث. يا بني ادم دي صوره قديمه، دلوقتي جميله كبرت وبقت عروسه زي القمر. كويس عشان نعرف نرسم عليها. تصدق ان انت ما عندكش دم؟ اقول لك بنت عمي تقول لي نرسم عليها، دي بتدرس دلوقتي في امريكا. تلاقيها جميله زي اسمها. هي مين دي اللي جميله؟ اكيد مش انت، احنا بنتكلم على بنت عمك بنبعت لها تلغراف نشاطركم بالاحزان. طب تعالى حضر الشنطه معايا. حاضر. يلا. خلاص يا أسطى هتسافر؟ فرحانه طبعا، عشان مش هتلاقي حد تنكيله في الكوتشينه ولا غيره. لا يا اخويا زعلانه منك. خير. عشان قلت على البنت سما رجلها حلوه. الجمله دي حزت في نفسيتي، عشان انت عارف ان رجليا حلوه بس نص ونص. وقعت من المتر ورجلها اتعورت. احسن. بس هتوحشني يا زينب، كلها اسبوع وهنرجع على طول. اتكلم عن نفسك يا صعصاب. انا عارفه اللي في بالك يا بدر، ولو اني ما كنتش احبك تبعد عني يا ضنايا، لكن ما دام رايح تشوف مصلحتك محدش يقدر يلومك. يا ستي يا حبيبتي، الموضوع مش مصلحه، المساله مساله مستقبل. مستقبل كنت متخيل اني ممكن احققه هنا وما عرفتش. كل اللي طالبه منك بقى انك تدعي لي ربنا يوفقك. ربنا يوفقك ويسعدك ويبعد عنك ولاد الحرام. ربنا يخليك. ايه قلت لك ما اسمهاش غابه، اسمها بارك. وبعدين بالعقل كده القطر مش هيمشي في وسط الحيوانات. ما كنا خدنا عربيه من المطار بدل المخمضه اللي احنا فيها دي. العربيه هتاخد المشوار ساعتين ثلاثه، القطر اسرع 45 دقيقه. وما ترميش القش في الارض، حطه في جيبك لغايه ما نوصل. يا انا حاسس ان هنا هيبقى لي مستقبل ان شاء الله. وانا هنا حاسس ان هتجوز على اختك باذن الله. في البلد دي تخلوا بالكم من 3 حاجات: السرقه والقمار والنسوان. ها الله سبحان الله على المناظر الطبيعيه. بص يا عصام، بص يا نت.
تتمشوا انتوا هنا شويه عبال ما الحق اخلص الاجراءات الخاصه بالوصيه وبالتوكيل بتاع عصام قبل المصالح ما تقفل. طب ما نخلي الاجراءات بعدين ونروح البارك الاول. ما ينفعش، دي اجراءات مهمه ولازم تخلص النهارده، بكره الحد وكل المصالح قافله. بقول لك ايه يا باشا؟ ايوه عايزين نغير عمله. معاك كام دولار؟ 20 جنيه. حطهم في جيبك بدل ما تغير دمي، شكلك هيتعبني. 20 جنيه يا بني ادم. معايا 10 تانية. طيب ما ناخد تاكسي ونسبقك احنا يا متر. يوه طيب مفيش مانع، بوقف التاكسي هناك في اخر الشارع، قولوا له افريكانو بارك، واوعى حد فيكم عين ذوق كده ولا كده، فاهمين؟ تشاو. مع السلامه. اوعوا تنسوا الثلاث حاجات اللي حذرتكم منها، السرقه والقمار والنسوان. ايه ده؟ بص هناك كده. يا عم ده مش جنوب افريقيا، ده كفر الجبل. يلا. Excuse me, are you going to Africano Park? مساسة مؤسسة نو افريكانو بارك يا اسطى. مساسة. Please, we want to go to Africano Park. Don't you understand? اوه next sexy. Thank you. Thank you. Thank you. Hello, Africano Park, please. Yes. اركب. Thank you. What's going on? Two passengers, they didn't pay the money. هو في ايه؟ اللي بيقول لك في اتنين ما دفعوش الفلوس. يبقى احنا ما دفعناش. فرحان قوي. احنا ممكن نتخطف هنا دلوقتي حالا. يا عم نتخطف ايه؟ الناس هنا شكلهم طيبين. طب مش ممكن يطلع لنا اسد؟ ايجيبت 2-0 قطعناكم بركنا فاكتو. يا نهار اسود، شكلهم فهموا عصام. يا نهار ابيض، المنتخب ودانا في داهيه. يلا اركبوا بسرعه، اركبوا. انا مش قلت لكم ما تمشوش لوحدكم؟ انا مش حذرتكم؟ ميكروباص في جنوب افريقيا؟ لا وما دفعناش كمان يا متر، ما رضيش ياخد مصر. احنا طالعين على البارك دلوقتي يا متر. انا لسه مكلم جميله، لسه واصله من امريكا، تعبانه مش هتقدر تقابل حد النهارده. جايز الصدمه كانت جامده عليها شويه. عموما انا حجزت لكم في الاوتيل اللي جنب البارك. ايه ده يا متر؟ البندقيه؟ اصل ساعات بحب اطلع اصطاد. طيب ممكن ابقى اجي مع حضرتك مره؟ اصل انا غاوي صيد برضه يعني الامكن، مش شرط يعني. ودلوقتي لازم تستريحوا من السفر، بكره قدامكم يوم طويل. هتروحوا البارك وتتعرفوا على جميله. الصبح هبعت لك السواق بتاع عمك اسمه ادم، هيبقى تحت امركم. المهم ميعاد فتح الوصيه امتى؟ بكره الحد ونزل ايدك. هنا مفيش شغل في الحد، يبقى بعد بكره الاثنين. اتفضلوا. استنوني هناك لغايه ما اجيب لكم مفاتيح الاوض.
اكيد انتم قرايب مستر طاهر. ايوه يا فندم، بدر الكاشف ابن اخو المرحوم طاهر الكاشف. اهلا فيك. اهلا بيك. انا جو عياش من اعز اصدقاء عمك. اهلا. عصام يا فندم، جوز اختي. تفضلوا اعزمكم على درينك. شكرا. اهلا. هلو جو. اهلا شاكر. امسك. تعرفتوا على بعض؟ مستر جو طلع صاحب عمي الله يرحمه. وصاحب الاوتيل ده والشيك في البنك اللي هنروح يوم الاثنين. انا الليله عازمكم على ما احلى بيحبوهاش يا جو، صدقني ما فيش وقت لازم يناموا. توتسينز. خدوا راحتكم. فيلاتو بليز. الراجل كان عايز يعزمنا على لقمه، كبسته ليه بس؟ احسن كده. هو احسن ليه يا متر؟ الراجل ده انا ما بستريحلوش، انا مش هنام عليكم تاني. خروج من الاوضه ممنوع بتاتا ولازم تناموا بدري. ما تقلقش يا متر، هننام من الساعه 9. الكهرباء قطع جوه ولا ايه؟ Excuse me. Pardon? Hello. How are you doing? What kind of drinks do you have, please? We have a cocktail. It's a national drink, and we have some whiskey. National drink? Yeah. For how much? It's for free. For free. المشاريب دي بلاش عصام. ببلاش، انا عايز 5 ليمون. بلاش دناوة بقى. Would you please get us two of the national drink? Sure. Thanks. اهلا وسهلا بالشباب. اهلا مستر جو، ازي حضرتك؟ تعرفوا تلعبوا البلاك جاك؟ لا والله للاسف احنا مالناش في القمار. ما تخاف، لعبه سهل كتير، مجرد تسليه. خد هدول سلفيون. تفضل. سلم. ايه ده؟ دي 21 بدل ال 31 عندنا. دي لعبتي. تعالى. And here's some more drinks. Thank you. What's your name? Tango. بانجو. Tango. بانجو كانجو، كلها حاجات تلزم العقل. يلا يلا عشان المشروب الوطني ده قوي قوي. سابوني كانكو. مين؟ ده آدم. ده درايفر آدم، ده درايفر. سيابونجا. مين ده؟ ده السواق اللي لنا عليه المتر امبارح يعدي علينا وياخدنا والبس قوم. Sorry, we didn't recognize you. Never mind, sir. How are you, sir? I'm fine, thanks. انا قلبي حاسس ان الاخ بكار ده لا تبع شاكر ولا تبع بنت عمك وهينصب علينا. هذا اتهام ظالم يا سيد. حضرتك بتتكلم عربي؟ نعم. إن دراستي كانت بالأزهر الشريف وعملت مع عمكم أكثر من 30 عاما. لهذا أتحدث العربية بطلاقة. قلت لي بتكلم عربي، بلاش فضايح بقى، بلاش فضايح. من بكار؟ ما تشغلش بالك، ده مسلسل كرتون. هو عصام بيحب يهزر بس. هذه بوابة الدخول لمنزل السيد طاهر، وهذه هي أفريكانو بارك. طيب ندخل نسلم على جميلة الأول بقى. بالمساء، إنها مشغولة في هذا النهار. مشغولة؟ الله، هي البارك مقفولة ولا إيه؟ إنها مغلقة منذ وفاة السيد طاهر. انما احنا داخلين في عربيه مكشوفه ولا كاننا في غابه فيها نمور واسود وبلا ازرق. لا يا عزيزي، إن أفريكانو بارك لا توجد به هذه الأنواع من الحيوانات. وكان هذا رأي السيد طاهر من زمن، إخلاء البارك من أي حيوان مفترس ومنع الصيد مطلقا. هو في ناس بتصطاد هنا ولا إيه؟ في بعض الغابات يسمحون بالصيد طالما سيدفع الثمن. يا ساتر يا رب. وهذا ما لم يرضاه عمك أبدا. لقد حاول الكثيرون إقناع السيد طاهر بتحويل البارك لمكان يسمح فيه بالصيد حيث المال الوفير، ولكنه رفض بشدة. ويا ترى بقى مين دول اللي حاولوا يقنعوه؟ كثيرون، فالبارك مطمع لكثير من المستثمرين.
سلام يا ادم. اكيد اللي بيتولدوا ويتربوا ويكبروا في الطبيعه الجميله دي لازم يطلعوا مبدعين. يعني يا اما هيطلعوا فنانين تشكيليين مثلا، يا اما ادباء، يا اما مفكرين، يا اما عريانين ومش لاقيين ياكلوا. مين دول يا ادم؟ السيد طاهر احضرهم من زمن ليعملوا بالاستقبال والضيافه وتقديم اكلاتهم وطقوسهم، نوع من انواع الفولكلور. Sabone. Sabone palo mgwezana. Siapila. Hayi. Elangeni ngaka labantu baqhamukapi? Ha? هو بيقول ايه؟ ويابونا نجنان 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 جنان مين تفضلوا تفضلوا، يقول تفضلوا. كل دي تفضلوا؟ طب قول له بعدين يعني. سيزابويا. هاي كلونجي يا ينفعل. سالاغاتي. صابونه. صابونه مفعلة. ويابونا بلاش ناس اللين قوم ولا ناس اللين بوز اللين زيفو. او بيقولوا مفعلة. انت فاهم بيقول لك ايه؟ بيسالني عن حد في المرور عشان عايز يرخص زرافه. زرافه؟ يلا يا زرافه. صابونه. اوكي. ايه حكايه صابونه دي يا ادم؟ صابونه؟ صابونه يعني هاي، تعني السلام عليكم بس بالافريكانو. السلام عليكم بالافريكانو. معفرطين كده ليه يا ادم؟ فعلا شيء غريب. بقول لك ايه، تعال نروح نقرا الفاتحه اللي عندي بقى، كان لازم نعمل كده من اول ما جينا. جود ايديا. عفوا، سننتظر قليلا. وننتظر ليه؟ ما نقرا الفاتحه عشان نلحق نرجع البيت ونشوف جميله. إن جميلة هناك. طب ما هي فرصه نعزيها. إنها لحظة خاصة بها فلنتركها. فلنقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تفضلوا. اسمحوا لي. اتفضل ادم. مدام مدلين مرات عمك المرحوم طاهر بيه، وده بدر ابن اخو المرحوم طاهر بيه.
باقي حاجه يا فندم. وده عصام رجب تاجر عصافير. مرحبا مرحبا. ويبقى جوز اخت بدر اللي هي تبقى يعني من العيله. استاذن انا بقى لحسن ورايا ميعاد مهم. صلاه جاتين. صلاه جاتين. اتفضلوا. اهلا وسهلا. جميلة دارلينج. بادر ابن عمك وإسام جوز بنت عمك. عارفة. جايين ليه؟ عشان كنتوا فين قبل كده؟ أنا عمري ما شفتكم. عايزة أعرف جايين ليه؟ احنا كنا في مصر جالنا جايين عشان تورثوا مش كده؟ من فضلك ملوش لازمة الكلام ده. الورث ده حاجة ليها علاقة بالشرع وبالقانون. شرع ايه وقانون ايه اللي يقول ان محدش يسأل فينا غير لما دادي يموت؟ القانون بيشجع الجشع والطمع؟ اسمحي لي اقول لك بقى الشرع عمل الورث للقرايب ليه؟ عشان يسألوا على بعض، يقربوا من بعض، يخافوا على حق بعض. دادي كان بيقول في مثل شهير بيتقال في مصر عن موقفكم ده. اللي اختشوا ماتوا. فعلا. آدم. نعم جميلة. وصل بهوات الأوضة اللي هيقعدوا فيها، وإذا ما عجبتهمش عندهم الاسطبل بره ممكن يناموا فيه. أمرك جميلة. أمرك إيه؟ إحنا اللي هنمشي من هنا وهنروح في أي حتة، لأن للأسف بنت عمي ما تعرفش الأصول. أصول؟ أيوة الأصول. يلا عصام. بليز ما تزعلوش منها، هي بس حزينة عشان باباها، معلش. حصل خير يا مدام. أرجو أن تقبلوا استضافتي في منزلي المتواضع. خلاص نقعد عند بكار اليومين دول لحد ما نشوف مكان تاني. تفضلوا تفضلوا. أنا مش فاهم هي بتعمل معانا كده ليه بس. اعذروها، فالصدمة كانت قوية جدا عليها، وهي عكس ما تفعله تماما. صدقوني إن جميلة طيبة جدا. طيبة إيه بس؟ ده كأننا جايين نخطفها. لا أحد يجرؤ على إزاء جميلة وأنا موجود، وإن حدث ذلك أقتله بيدي. جرى إيه يا عم آدم؟ هو إحنا شكلنا لا سمح الله يعني باين علينا جايين نسرقها ولا نقتلها؟ إطلاقا دكتور بدر، لقد استرحت لك منذ حضورك. أما السيد عصام؟ إيه يا عم آدم، ده أنا بحبك. هو عمي اتجوز كم مرة يا آدم؟ تاتو 3 مرات. صابوني بيقول لك عمي اتجوز 3 مرات. كان لازم يموت بالسكتة القلبية. دكتور بدر، سيد عصام. دكتور بدر، سيد عصام، ويك اب ويك اب. إيه احنا هنصبح بوشك ده كل يوم ولا ايه؟ الساعة 9 موعد البنك، إن جميلة في انتظاركم في الخارج. سنذهب لها حالا. توتسيز يا آدم. توتسيز جميلة. There is nothing else inside. غريبة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وصيتي أنا طاهر الكاشف، كتبتها بمحض إرادتي وأنا في كامل قواي العقلية. أوصي بأن تقسم تركتي وهي أفريكانو بارك النصف لابنتي جميلة الكاشف، والنصف الآخر مناصفة بين ابن أخي بدر ياسين الكاشف وأخته زينب. كما أوصي بالمحافظة على البارك كمحمية طبيعية غير مسموح فيها بالصيد لمدى الحياة. طاهر الكاشف. Excuse me. Thank you, Uncle Shaker. Thanks, Uncle Suputla. Thanks for your time. You're welcome, Jamila. Call me if you need anything. All right, thanks. باي جميلة. Bye, Uncle Shaker. مستني إيه؟ يلا بينا. متشكرين متشكرين قوي. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. Okay. متشكرين. شكرا يا متر على تعبك معانا. بالسلامة يا بدر. المهم القبض ايه؟ نزل ايدك. قبض ايه؟ ايه ده؟ This is unacceptable. It's okay, Madeleine. Calm down. شوف. ماشي. بس كده بقى يلا بينا نروح نشتري شوية هدوم، إيه رأيك؟ يا ريت، عشان البنطلون اللي انا لابسه ده يعني حجر خلاص هنشتري لك بنطلون جديد يلا. بقول لك ايه، ما تنساش السماعه اللي ستك موصاك عليها. بالحق فكرتني، ما تيجي نكلمهم الأول في مصر نطمنهم. طب زينب وهنكلمها، بس ستك هنكلمها ازاي؟ يا سيدي نعلي صوتنا شوية مش مشكلة. طمني يا شيخ.
قلت له كل شيء؟ ما لحقش طبعا، لان مدلين اول ما سمعت الوصيه اتعفرتت وقامت، هم كمان قاموا وراها. What's going on? Nothing، خليك في حالك. I'm telling Shakir they have to know everything. I think you are right. اوكي، انا هروح لهم دلوقتي. لازم تخبرهم كل شيء اليوم. ضروري هخبرهم. سلاجاثيه. تعال. مبروك جميلة. ادم انا مبقاليش حد غيرك دلوقتي. بليز خليك جنبي. لا بس وحدك، كلنا هنا رهن شرطك. ثانكس ادم. شايف ان غريبة ان دادي ما كتبش مدلين معانا في الوصية؟ فعلا هذا شيء غريب. هي صعبت عليا فانا قلت لها تقعد معانا اسبوعين 3. اوكي، فلتسمح لي بالانصراف. صفوان ادم، معلش ما رضيناش نركب معاكم عشان كان ورانا مشوار يعني. انتوا اشتريتوا هدوم جديدة؟ مش بالظبط يعني، بس تقدري تقولي ان انا بحكم شخصيتي بحب البس يعني بلبس كده عادي يعني. طب شيل التيكت. بص يا جميله، واضح ان احنا هنفضل مع بعض في المكان ده فتره طويله، فمن فضلك تلاقي طريقه افضل من كده نتعامل بيها مع بعض. لا يستحسن ما نتعاملش اصلا. لعلمك احنا كلمنا المتر الاستاذ شاكر يشوف لنا حاجه ايجار جديد بدل ما تبهدلينا. مستر شيكا جوه عايزكم. دي عرفت منين ان احنا اشترينا حاجه جديده؟ من الخوذه اللي انت لابسها. انت اجازتك امتى؟ اسبوع كله اجازه ولا ايه؟ نعم انكل شاكر. اتفضلوا اقعدوا. للاسف انا عندي ليكوا خبر مش كويس. مش كويس ازاي يعني؟ خير يا متر؟ طاهر بيه كان خد قرض من البنك بضمان البارك، لكن للاسف ما قدرش يسدده. البنك اداله اكتر من مهله عشان يسدد، لكن ايه؟ اخر مهله فاضل عليها اسبوع، يا اما التسديد يا اما ايه يا متر؟ يا اما البارك هيبقى ملك للبنك. طب والمبلغ ده قد ايه يا متر؟ $1 مليون. يا خبر اسود. ودادي كان خد المبلغ ده ليه؟ الحقيقه جميله بابا في الفتره الاخيره كانت تصرفاته مش مفهومه. ده ما قاليش على موضوع القرض ده الا قبل وفاته بيومين 3 بس. طب وهو كان عايز الفلوس دي يعمل بيها ايه؟ انا ما اعرفش، اول مره اسمع موضوع الكارد ده. يعني يا اما $1 مليون يا اما الجنينه تضيع. جنينه تضيع ايه؟ ده مش ممكن يحصل ابدا. انا هروح لجو واكلمه، ده صاحب بابي من 20 سنه، لازم هروح له. نروح له. صدقيني يا جميلي لو كان الامر بايدي لوحدي كنت خليت المهلي بلا حدود، لكن انا شريك بين 4 شركاء واني مصممين على انهاء المهله. طب بليز جو، ممكن تحاول معاهم تاني؟ صدقيني عملت كل جهدي. اوكي اكسكيوز مي بليز. بعد اذن حضرتك يعني سؤال، هو مالكش اي امل؟ للاسف ما في خالص. نو واي. يا فرحه ما تمت نبع صنع تأمن، انا مش ناقصك. وهتحرق في نفسك ليه؟ اعتبر موضوع الورث ده اصلا ما حصلش. معقوله حلم ينتهي فجاه بسرعه كده؟ المهم دلوقتي مفيش اي سبب في الدنيا خلينا نفضل موجودين هنا. ما تبصليش كده، هنفضل هنا نعمل ايه؟ ايوه بس كلامك ده معناه ان احنا ناس جايه تورث وتمشي. يعني جميله بنت عمي يبقى كلامها فينا صح. احنا هنكذب؟ ما احنا جايين علشان الورث. اتكلم عن نفسك ما تجمعش. انت جاي عشان الورث، انما انا جاي من الاول واخد قراري اني اعيش هنا، احاول ابتدي هنا قبل ما اعرف اي حاجه عنه. يا بدر ده هي نفسها كلها اسبوع وهتبقى بره زينا. وبعدين دي دمها تقيل قوي، دي بتكرهنا. عندك حق. وبالمناسبه انا كلمت الاستاذ المتر شاكر يحضر لنا تذاكر السفر بسرعه. مستر شيكا جوه عايزكم. اكيد في مصيبه تانية. ممكن اخد المنديل ده تذكار؟ لا تذكار. لا
خلاص انت هتعملي لي فيها عبد الستار صبري. اصلي بصراحه كنت معشم نفسي نتقابل في دور ال8، بس الظاهر ملناش اسم. خير يا متر؟ خلاص هتمشوا؟ مش عارف بصراحه لو عملتوا كده مش هتبقوا غلطانين، لان فعلا هتقعدوا هنا تعملوا ايه؟ ايوه بس ازاي امشي واسيب جميله لوحدها في ظروف زي دي؟ عارفه ان ده هيبقى موقف مش ظريف بالنسبه لكم، سيبوا الحكايه دي عليا انا. ممكن اسالك سؤال يا متر؟ طبعا اتفضل. لما حضرتك عارف حكايه القرض والديون دي من الاول، ليه جبتنا؟ عايشتنا في الوهم ده ليه؟ هو انا فعلا كنت عارف مساله الديون والحجز على البارك، لكن قلت جايز لما نفتح الخزنه نلاقي حاجه يبقى لكم حق فيها، وخصوصا ان طاهر بيه كان موصيني بشده انكم لازم تحضروا فتح الخزنه، ودي امانه لازم انفذها. قوم بينا نحضر الشنط عشان نزق من هنا بكره الصبح. قوم. كنت عايز اسلم عليك قبل ما امشي، بس قالوا لي ان يعني جميل، انا عارف انك فهماني غلط، بس صدقيني والله اللي جابني هنا مش الورث، اللي جابني حلم، امل كنت متخيل اني ممكن احققه هنا مع عمي. إذا كنت جاي عشان الورث فالورث راح، وإذا زي ما بتقول عشان عمك فعمك كمان راح. يلا يا بدر، يلا القطر هيفوتنا. يلا. شكلنا وحش أوي. إذا كنت جاي عشان الورث راح، وإذا زي ما بتقول عشان عمك فعمك كمان راح. تعمل ايه؟ يلا بينا. على فين؟ يلا بينا. واخدني بس فين يا عم انت؟ انت هتعمل ايه؟ هننزل هنا فين؟ هننزل ازاي؟ يلا نقبض على الصوت. حد انت فاهم؟ انت وانت. انت مش فاهم. انت مش فاهم. انت مش جاهز. يعني ما سافرتوش؟ ما سافرناش. ايوه ليه؟ عشان انا قلت ما ينفعش نسافر ونسيب بنت عمي في ظرف زي ده لوحدها، بحيث ان الارض ممكن تروح، فلو راحت هتبقى انت في الشارع. طب ده كلام، تبقي في الشارع وما يبقاش جنبك راجل، فلازم يبقى جنبك، يعني يبقى جنبك راجل على الاقل يعني.
وايه اللي عمل فيكوا كده؟ اسال ايه المجنون؟ خلانا ننط من القطر. قطر؟ انتوا عايزين تقنعوني ان انتوا نطيتوا من القطر وهو ماشي؟ اه والله العظيم نطينا من القطر وهو ماشي. طب اعديها لك المره دي. زنجة، حضري العشاء عشان انكل شاكر هيجي يتعشى معانا النهارده. حاضر. عشاء؟ طب بالنسبه لو ممكن وجبه غدا انا وعصام عشان القطر. اني سعيد جدا بعودتكم. شكرا يا عم ادم. كلنا مبسوطين عشان جيتوا. انا بقى اللي تعبت في مشوار ترجيع التذاكر ده. انا فرحانه قوي. الظاهر لنا اسم. سوغلابا. انجوي يور ميل. شكرا. جميله دلوقتي بتفكري في ايه بقى؟ انت اللي بتفكر في ايه؟ والله انا مش عارف ممكن نبتدي ازاي، بس انا متهيألي موضوع البنك ده يعني. والله انا شايف اننا نروح للجماعه بتوع مجلس الاداره دول ونحاول نقنعهم يوزوها شويه عن اسبوع. ايه السذاجه اللي انت فيها دي اوراق وشروط وبنك، هنروح نقول لهم ايه والنبي اجلوها؟ بالعكس بقى، هو بيتكلم صح، وده فعلا اللي انا فكرت فيه. مدير البنك واعضاء مجلس الاداره كلهم صحاب دادي، وانا ممكن اروح اتكلم معاهم. ما هو جو حاول معاهم وقال انهم مش موافقين. حتى لو وافوا مش هنستفاد حاجه، لان البارك مقفوله بالامر البيئه. مقفوله بامر البيئه؟ بعدين نبقى نروح نفهم الموضوع ده. طيب بعد اذنك يا جميله، كنا عايزين نعرف بس المصاريف هنا هيبقى نظامها ايه عشان نساهم فيها انا وعصام. انت عايز تدفع ثمن اقامتك في بيت عمك؟ لا انا مش قصدي، انا اقصد يعني ان مش هنقعد عالي عليكي برضه. لا، اذا كان على الاكل والنوم فاحنا عندنا 4 حصنة بنعرف ناكلهم وننيمهم. حصنة؟ ناموا بدري عشان بكره هنروح البنك الساعه 9. انتوا رجعتوا ليه؟ البت دي مجنونه ولا ايه؟ على موافقة الأعضاء بتأجيل الحجز على البارك بعد ما تعهدت بالتقسيط. أنا واحد، هن 3 موافقين، فاضطريت وافق حتى ما يصير شكوكم. عموما إدارة البيئة رح ترفض طلبهم بفتح البارك مرة ثانية. باي. كتير. Ramona mo Africana Park. Putirehile motlholo. Lion hatwe ilumile ngwana mo. Ke makgetho a mabedi. Di lion tsa mo di a checka batho. Investigation impa hatwe. Lion ena. انا مش فاهم حاجه، بتقول ايه دي؟ بتقول الحيوانات بتاعتنا بتهاجم الزوار، ودي مش اول حادثه تحصل في البارك. انا فعلا اول ما دخلت البارك لاحظت ان سلوكهم غريب. Hierdie ongeluk was die rede hoekom ons die park gesluit het. Jou vader het 'n veearts gehad wat aan die diere omgesien het en hy het bevestig dat al die diere in 'n goeie kondisie was. Maar ongelukkig is dit nie meer die geval nie en daarom sal ons die park moet sluit. يا ست دي بتقول ايه؟ بتقول ان الدكتور فيليب اللي بيعالج الحيوانات بيأكد انهم طبيعيين وما فيهمش اي حاجه، بس هم شايفين غير كده. وبعد الحوادث دي طبعا قرروا يقفلوا البارك. لا اسمحي لي بقى، الدكتور بتاعكوا ده واضح انه ما بيفهمش اي حاجه. يعني انت اللي بتفهم؟ جرى ايه؟ الجنان هيشتغل تاني ولا ايه؟ باي دانكي ميرسي. وزفيل دي باركي. يعني عشان نفتح البارك لازم نعالج الحيوانات. مبدئيا يا ادم انا عايز اعرف هو بيعمل ايه. منجي وانزالي. عاوة كتزيكم فوت يزم سنزوان. انه يقول مجرد علاج روتيني. علاج روتيني. طيب فهموا ان انا عايز تقرير عن حاله الحيوانات كلها في البارك وتقرير تاني عن طريقه العلاج. يفونا ريبورت. يا جاي تولي ريبورت. يا وازم سبنزوان. زمبامبا جمياك زمبامبا جمياك. بيقول ايه الجدع ده؟ انه يقول ليس من شأنك التدخل في عمله، وان الحيوانات على خير ما يرام. على خير ما يرام
ده يا اما بيستعبط يا اما مش فاهم حاجه. يلا يا ادم. انا مش هاخد على كلام الدكتور المتخلف بتاعكوا ده. يعني ايه؟ مش دادي هو اللي معينه في البارك؟ من فضلك يا جميله، ما دام وصلت لعلاج الحيوانات تبقى بتاعتي انا. لا مش بتاعتك، لازم اعرف هتعمل ايه. قلت لك ما دام وصلت لحد علاج البهايم تبقى بتاعتي انا. دكتور بدر، في الصباح سوف نبيت ما طلبت. ثانكس ادم. العينه دي ممكن يفهمنا اللي بيحصل، وممكن ما يوصلناش لاي حاجه. بس انا برضو في حاجه مش مريحاني في الجدع اللي اسمه جو ده. ليه؟ قلقك في ايه يعني؟ منين قال لنا ان اعضاء مجلس الاداره مش موافقين ومنين وافقوا على طول؟ قصدك يعني ان له مصلحه؟ طبعا، مش هو صاحب البنك وله فيه نسبه كبيره، لو خدوا الجنينه هو المستفيد. والله لو على المصلحه الواحد يتوقع اي حاجه. ايوه بس جو ده كان من اعز اصدقاء طاهر. حتى الصداقه بتنهار قدام المصالح. There's nothing wrong with animals. All the tests are normal. ايه الاخبار؟ تحاليل العينات كلها سليمه، ما فيهاش اي حاجه غلط. ثانك يو دكتور. اوعى تقول لهم ان التحاليل ما طلعتش حاجه، ما تخافش ما تخافش. سي يو ادم. سي يو دكتور. ايه نتيجه المعمل؟ زي ما توقعت بالظبط الحمد لله، في شويه مشاكل ووضحتها التحاليل وخير يعني ان شاء الله. ايه هي المشاكل دي؟ مشاكل معقده يعني، ما اعتقدش يا جميل انك هتستوعبيها، لان الموضوع مش هيخلص بين يوم وليله، وفي ابحاث تانية وفي مواعيد تانية. واضح كمان انك ما بتعرفش تكذب وبيبان عليك. وبيبان عليا ازاي؟ يعني نتيجه المعمل وصلتك لطريق مسدود ومش عايز تقولي عشان ما تبانش دكتور فاشل قدامي. من فضلك بقى كفايه لحد كده قوي. انت ليه مصره تحبطيني؟ ها؟ ليه مصره تطلعيني ما بفهمش حاجه؟ انت بتعملي ليه كده معانا؟ على فكره احنا بكالوريوسات برضو يعني. بيكذب ولا ما بيكذبش؟ بيكذب. مش ممكن اللي بيحصل ده يكون طبيعي. مش ممكن. والله يا ترى انا فاشل زي ما الدكتور فؤاد وجميله قالوا. لا انا مش فاشل، انا صح. يا رب يا رب ما تكسفنيش قدامهم.
اوكي بوتو ماني مسنياني نمتوا ليه؟ جي يا بونجا. اديني بلغت البوليس يدور عليه. البوليس هيدور عليه بره، وانا حاسس انه حصل له حاجه جوه الف ليله وليله اللي احنا فيها دي. انكل شاكر سوري انك جيت، ما كانش المفروض تتعب نفسك. عيط لي في التليفون خضني. ليه يعني؟ هو بدر ده ايه؟ بيبي صغير طفل؟ لا مش بيبي، مش طفل، بس مستهدف. من مين؟ انت هتعمل لنا فيها قضيه؟ قولي هو صاحبك بدر دوت يعني عينه زايغه شويه؟ زايغه؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يكون شاف واحده افريكانو وعجبته ودخل معاها في علاقه. وهي العلاقه تقعد لحد دلوقتي؟ في علاقات بتتاخر قوي. اهو جه اهو تحت. مش كان موجود في العربيه دي برضه؟ حد يرد عليا. لم نجد سوى السياره. يا ريتك ما رديت عليا، يبقى حصل له حاجه. اقول ايه لاخته؟ اقول ايه لسته؟ هو لو خرج من الصبح زي ما انت بتقول تبقى حاجه تقلق فعلا. خلاص لازم ندور عليه. عادم هات الناس بتوعك بالصوره وانا هاجي معكم. يلا ربنا يخليك، ربنا يكرمك، ربنا يوسع عليك. خلاص بقى انت هتشحت. يا عم ارحمني ببرانيتك دي، صاحبه ضايع وبدور عليه. يلا أنا كان معايا حاجة. حاجة إيه؟ حقن. ما كنتش أعرف إنك بتاع حقن. من فضلك فين الحقنة؟ أهي. إيه؟ عايزني أديها لك بنفسي؟ وإيه اللي شلفتك كده؟ شلفتني؟ تعرفي إيه اللي شلفتني؟ هيوصلك لحاجة؟ هيوصلني؟ بصي على العربية اللي ورانا وانت تعرفي هيوصلني ولا لا. عربية ايه؟ العربية السوداء اللي ماشية ورانا من أول ما طلعنا، واضح إن أصحاب الحقنة مش عايزيننا نعرف إيه اللي فيها. بقول لك إيه؟ تعرفي تجري ولا أجي أسوق أنا؟ طب امسك نفسك أنت بس. The sample you got has strychnine in it. Strychnine? Yes, sir. Thank you, doctor. All right. الحمد لله. استنى هنا. في ايه؟ في منشطات. يعني أنا مش بتاع حقن. يعني مش فاشل. وحسك عينك تاني مرة ترفع ايدك عليا. فاهمة ولا مش فاهمة؟ تخافيش كده. ما خفتش. ما خفتيش؟ على فكرة يا زينب، أخوك عامل مشاكل جامدة قوي في بيت الزواحف. باي باي، هكمل لك بعدين. باي. ها عملتوا إيه؟ زي ما توقعت بالظبط، منشطات. والبيئة؟ الست اتعاطفت معانا قوي. خدتوا التصريح؟ مش لما نعالج الحيوانات الأول يا بني آدم أنت؟
على فكره انا كلمت زينب وستك منهم ببلاش. الله يكسفك يا عصام. المهم طمني عاملين ايه؟ خلاص زينب قربت تولد خلاص. الحمد لله. وستك ستي مالها؟ زي ما هي، مش سامعه اي حاجه. كده تبقى كل مداخل البارك متراقبه. يبقى فاضل المسافه اللي بيننا وبين الاوتيل بتاع جو. انت خلاص كانك متاكد ان هو ورا موضوع المنشطات ده. مش متاكد بس حاسس. ليه حاسس كده؟ ممكن يكون اي حد. المهم دلوقتي ايا كان مين هو لازم نقسط قبل المهله الجديده ما تخلص. وعشان كده لازم نشغل البارك وباسرع ما يمكن. دكتور بدر. ها ادم، جهزت الناس بتوعك؟ نعم دكتور. طيب بقول لك ايه، تديله الام 99 خلاص؟ الصبح الاقيه جاهز ومتخدر. دن. انا عايز اعرف انت ليه طلبت يحبسوه هنا؟ عشان اقدر اقيس عليه نتيجه الاختبارات اللي عايز اعملها بدقه وبسهوله، بدل بقى ما الف ورا الحيوانات واحد واحد في البارك. ليه؟ مش استجابات الحيوانات مختلفه برضو يا دكتور؟ والله اللي انا اعرفه ان اللي يمشي على الفار يمشي على الفيل. وبعد اذنك بقى عشان عندي شغل. قد تم تقديره كما طلبت. ام 99 زي ما قلت لك يا ادم. نعم دكتور. طيب جميل. بص يا ادم، علاج المنشطات لو حظنا حلو على الاقل بياخد له اسبوعين. خلاص؟ احتمال تلاقيه مدروخ شويه، احتمال يكون مش عايز ياكل، مش مهم. المهم ان ربنا يسهل الموضوع ده ما يطولش ان شاء الله. كبس يا حلو كمان، كبس كبس. هلكتنا اسبوعين بحالهم شغل يا مفتري. يا رب بس أيوة. يجيب نتيجه. نظمي نفسك معايا، انزلي تحت شويه. ايوه ركزي على الفقرات اللي تحت. جبت لك قائمه بالمعامل اللي رسمتهم في فرنسا وزودت عليهم معمارين من عندي في سويسرا. ما عندكش فكره المتر تحليل العينه هيكلف كام؟ بصراحه يا بدر تحليل عينه كل يوم لمده اسبوعين مكلف جدا، وده مش في استطاعتنا. خساره. انا مش عاوز اكسر مقاديفك، بس تفتكر اللي بتعمله ده هيجيب نتيجه تخلي البيئه تديكم تصريح؟ قول يا رب يا متر. يا رب يا متر. نعم. يا رب. شوكولاته رايحه فين؟ ما تسيبنيش، ما تسمعيش كلامه، مش عارف مصلحتك. انتوا قاعدين ريلاكس هنا واحنا عندنا ميعاد في المعمل. يلا قوموا. من فضلك زنجه كانت عايزاني انزل اشتري لها جزمه، ممكن تنزل معانا؟ بتقول لك معمل مش جزماتي. عصام ولا ايه اسمع معايا كده. تكونش زنجه بتلاقيني الجزمه الجديده. جزمة ايه اللي هتلاقينا في نص الليل يا بني ادم؟ مفيش حاجه، نام 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 يا راجل، عيب. تفتكري راح يلحقوا فعلا يعالجوا الحيوانات؟ احنا بنديهم منشطات من سنه، ما افتكرش. لازم تفضلي تراقبيهم لحظه بلحظه، حتى اذا قربوا ينجحوا هيكون لي معهم تصرف تاني.
صابونه يا عم ادم. صابونه يا دكتور. ايه مالك بترد عليا من غير نفس ليه؟ في ايه؟ لقد رايتها الخائنه. خائنه؟ ايه الكلام الكبير ده يا ادم؟ رايت مين وخائنه ايه؟ مادلين. مادلين؟ نعم دكتور. مالها؟ لقد رايتها هي وجو في فراش واحد. يا خبر اسود ومهبب. مادلين؟ نعم دكتور. منذ ان تزوجت السيد طاهر وبدأ كل شيء في الانهيار حتى افلس. حتى افلس. اختصر بقى وقول لي ان مادلين وجو متفقين يخربوها. لا اعرف. جميلة تعرف الكلام ده؟ لا، اني اخاف عليها من الصدمه، ولولا ذلك لقتلتهما معا. هتلاقي ايه بس يا عم ادم؟ اهدى وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يحلها من عنده. مش عايزك تجيب سيره جميله، انا هحرق لها الطريق. تصبح على خير. بعدين هيك 15 يوم مفيش نتيجة. احنا هنيأس من اولها ولا ايه؟ اذا كان علاج البني ادمين بياخد وقت، اشحال علاج البهايم؟ أنا ما بهزرش، أنا بجد قلقانة. لو ما حلناش المشكلة دي البارك هتضيع مننا. ما تقلقيش، كله هيبقى كويس ان شاء الله، ربنا هيستر. يا رب. انت قلقتيني قوي يا جو. انا خايفه لا ينجحوا في اللي بيعملوه ده. حتى لو نجحوا لا تخاف. ازاي ما اخافش؟ دول لو فتحوا البارك هتبقى مصيبه. يا ريت يفتحوها حتى تربقها فوق دماغهم. once and for all. Namuhla usuku olukhulu. Indodana le yashada nginezela kunami untombazane. Ngithi asijabuleni sidleni kube mnandi. هو بيقول ايه؟ انه يعلن زواج ابنه من ابنة اخيه. بدل ما انت قاعد تقرف نفسك. قوم قوم. معاه شكله هيبانش. انت لسه هتقول لي شكلي. قوم يلا يا بدر. اجري. انت متجوز؟ لا انا مش متجوز. امال مين ده؟ ده اخو مراتي.
The environmental management has given permission for the reopening of Africano Park, which has been closed down for the past 2 months. This is due to the efforts of the Egyptian veterinarian, Dr. Badr, and Miss Gamila, who is the daughter of the deceased owner of the park. Miss Gamila, can you tell us what motivated you to reopen the park? Well, it's my dad's park, being raised. أنا شايف كل شيء على التلفزيون ولا يهمك. الليلة راح أبعت لهم رسالة يعجب خاطرهم. اسمعي، أنت لمي هدومك وتعالي لعندي الليلة. لا حياتي ما تخافي ولا يهمك. ايه المكالمة الطويلة اللي واخداكي مننا دي؟ لا ابدا ما فيش حاجه. ممكن تليفونك ثانية واحدة؟ ليه؟ حد رن لواحد صاحبي في مدغشقر. التليفون ده استقبال بس، وبعدين صاحبك مين؟ ده انت يتيم. وانت ليه دايما واخد مني موقف؟ وانت ليه دايما تمسكني كده ونفض ورق الشجر اللي على قميصك ده؟ مش عيشة دي. It's gonna be very nice. Do you like it? Yes, I do. I like it too. بقالك نص ساعة بتجامل في زبون واحد، مش طريقة شغل. اصل بصراحة بقى من يوم ما جيت بلدكو أول مرة أشوف ست بجد. يعني إيه ست بجد؟ يعني سايبة شعرها، تيشيرت كات، جيبة فوق الركبة، مش دكر. دكر؟ دكر. كاب وجنس وزحافي. هتبقى إيه يعني غير دكر؟ طيب. مش هغير نفسي عشانك ولا عشان اي حد، ودي طبيعتي اصلا. مش عاجبك مش مهم. تعرفي ان شكلك كده حلو؟ غريبة يعني، اول مرة اشوفك حاطة مكياج. مكياج؟ وشعرك كمان حلو كده، لذيذ يعني. انت هتقطعي في شعرك، بقول لك حلو زي القمر يا ستي. كده شكلي حلو. عارف البنت اللي بتتربى برا بلدها بيبقى يعني دايما عندها حاجز على الايه؟ يعني اللي هو الحب والجواز، الحاجات دي. طبعا وجهة نظرك سليمة، ما هي مش هتلاقي منين يعني. ساعات يعني كنت بخاف واحس ان انا مش هلاقي حد اتجوزه. لا اعوذ بالله، ما تقوليش الكلام ده. ان شاء الله هتفرج، بس قولي يا رب واعملي اللي عليكي يعني. بيقولوا في مصر دايما الولد لازم يتجوز بنت عمه. لا في مصر الموضوع اختلف. انت ما نزلتيش مصر بقالك كتير. ها دلوقتي البنت لازم تتجوز ابن عمها يعني. في لا ده يعني تصبح على خير سيدي الحبايب يا ضنايا انت. ايوه بحبك خلاص. اخيرا نطقتي.
كترت. ليه بس؟ الهانم مسهراني لغايه الصبح عشان بتحب تشوف الشروق. ده اول طلب اطلبه منك. ماشي يا ستي، انا مضطر امشي لك طلباتك عشان في الاول بس، انما بعد كده ايه عشان انما بعد كده ايه؟ اقسم بالله همشيها برضه عشان تبقي فاهمه. معلش استحملني، اصل انا لما ببقى فرحانه ما بيجيليش نوم. طيب نتكلم في الجد بقى شويه. نتكلم. بص يا ستي، مرات ابوكي مالها؟ مش عايزك تثقي فيها. ليه؟ ليه؟ ادم شاف عند جو في السويت بتاعه اوضه نومه. عارفه يعني ايه اوضه نومه؟ انا برضو استغربت، قعدتها طولت معانا. جميله اللي انا اعرفها دموعها ما تنزلش. انا بحمد ربنا انك معايا، مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه. ما تسيبنيش يا بدر، خليك جنبي طول الوقت. يلا نمشي. في ايه؟ دي رجلين اسد يا ادم. نعم دكتور. اسد، نبه على الناس محدش يجيب سيره خالص، لو البيئه عرفت هتبقى كارثه. Don't worry. Iets gaan goed. خلي laten bellen. أونجاناكي. قدرت أقنع بتاعة البيئة إنها تستنى علينا 48 ساعة لغاية ما البارك تبقى سيف. ومين اللي وصل لها المعلومات دي كلها؟ في خيانة ولا إيه؟ لقد هربت مدلين وأخذت كل ملابسها. مش غريبة، حاجة متوقعة من زمان. ايوه هتسيبكوا هنا وتروح فين؟ عند جو طبعا. جو؟ وايه علاقتها بجو؟ صاحبته يا متر، واكيد مشتركه معاه في كل المصايب اللي عماله تحصل لنا. انت بتقول ايه يا بدر؟ لا مش ممكن، جو اخلاقه تسمح بكده، انما مدلين ليه؟ وليه لا؟ اذا كان ادم شافهم مع بعض وباتت معاه كمان في الاوضه. ومن المؤكد انها معه الان. عموما اصبروا لغايه بكره وانا هتصرف. لازم نتصرف بسرعه قبل ما تحصل كارثه تانية. لا تخافي يا جميله، ان الاسد لا ياكل الا كل 5 ايام. ما هو المصيبه انه ما كلش، يعني بيهاجم من غير ما يكون جعان يا ادم. يعني ايه؟ يعني عنده سعار، يعني ممكن يهاجم في اي وقت، عشان كده لازم نخلص منه الليله دي قبل بكره. يا بونجر غريبة إن البيئة ما قفلتش البارك لحد دلوقتي يا جو. راح تقفلوا اكيد، ما تخافي. مالك يا شاكر؟ لما نبقى احنا الثلاثة مشتركين في طبخة واحدة لازم نقول لبعض بنعمل ايه عشان نعرف نداري على بعض. شوف يا شاكر، حكاية الأسد اللي ظهر في البارك النهاردة ده، ليه في حدا قتل ولا لسه؟ يعني انت عارف ما كان في حل بإيدي غير هيك. يبقى انت فعلا اللي عملت كده. ما هو حتى إدارة البيئة تقفل البارك بشكل نهائي ونستريح لازم تحصل مصيبة كبيرة، مش أقل من إنه 2 أو 3 يروحوا ضحايا افتراس. بس دي جريمة وأنا مش ممكن هوافق عليها. شو هالنزاهة اللي طبت عليك فجأة يا شاكر؟ ما أنت اللي بعتنا إياهم. أنا ممكن أداري على حكاية المنشطات، أروح أجيب الورثة علشان الحكاية تخلص بسرعة، إنما توصل ما أنت قبضت الثمن ده. أنا ما بنكرش إني محامي مرتشي، أبيع موكلي، أبيع ذمتي، أبيع أي حاجة، لكن مش قاتل. تحبي تاخذ فلوس زيادة يا شاكر؟ ولا أنت كنت طمعان على حاجة تانية؟
بصراحة كنت طمعان، بس دلوقتي ما ينفعش خلاص. انت مرتبطة. مرتبطة؟ فاهمة ان انا اهبل؟ ما كلهم عارفين علاقتكم ببعض. انت زعلان لان مدلان على علاقه فيه ولا شو يا شيخ؟ ابدا، وهزعل ليه؟ دي حتى ظاهرة صحية لانكم انتوا الاتنين عينة واحدة ولايقين على بعض قوي. مبروك يا جو. رايحة فين يا جميلة؟ خليكي هنا. مش هسيبك تروح لوحدك يا بدر. فضلك خليكي هنا. بدر انا عايزه ابقى معاك. جميلة اطمني، معايا ادم. بعدين انت ما نمتيش من امبارح وشكلك تعبان، ريح انت. اطمني جميلة. طمنا، انا قاعد معاك هحرسك انا وزنج. Boca. Lungi Lemfanuan. إنهم يستأذنون في المبيت في حديقة المنزل. ليه يا آدم في إيه؟ لقد قتل أحدهم. قتل؟ يا ابني قاعد عندك بتعمل ايه؟ يلا هنتحرك دلوقتي. رايحين فين بس على الصبح؟ يا عصام، يا عصام استرجل بقى مره في حياتك، ما انت شايف الناس كلها مزمزقه، ما حدش عايز يجي معانا. فاضل يوم والمهله تخلص، يا نلحق الدنيا يا اما هتخرب. انا هاجي معاكم. انا اصلا مستحمى بميه سخنه والخروج غلط عليا دلوقتي في الشمس دي. كل شيء جاهز دكتور بدر. يا عصام ما تجيش الا منك يا بكار. المره دي مش هسيبك يا بدر. ايه ده؟ انتوا رايحين فين؟ رايحين تصطادوا عصافير؟ ده اسد. الليله دي اخر فرصه يا متر. خلاص استنوا لما نشوف صياد محترف. في واحد مات، قبل ما يجي الصياد المحترف يكون 100 متر. يملا يملا. هو في ايه؟ استنوا هنا شويه وهنرجع لكم. ليتس جو. بس اقف هنا اقف هنا اقف هنا. انت هتعمل ايه؟ هتعرفي دلوقتي. بس ما تخافيش، نزلي بقى. هتعمل فيها ايه بدر؟ ما تخافيش ما تخافيش. انا خايفه عليها. ما تخافيش، هتعرفي كل حاجه. يلا بس يلا. زنجة، انا عايز اقول لك اني مش جبان ولا حاجه عشان تبقى عارفه. انا في مصر تاجر عصافير قد الدنيا.
محترم يعني. صحيح الاسد غير العصافير، بس ساعة الجد انا ممكن اواجه اي حاجة حتى لو كانت مين ده؟ بس ايه ده؟ انا ما كنتش اعرف ان قلبك ضعيف قوي كده. ده اسد يعني مفيش حاجه. فرحان قوي يا سباتي. اسد وشجره. ناس ولا فكرك؟ هو قصده ايه؟ بيتريق عليا يا افندي عشان مره حلمت حلم غريب كده. ايه حكايتك مع الاحلام؟ ابدا، ده كان حلم شبه اللي احنا فيه ده، بس كنت لوحدي ما كانش معايا حد. بس انت دلوقتي مش لوحدك. هو ده اللي قلقني. قلت لك ما تخافيش. Andovami! Sabalbuleli pubesi! Lomfana usangiphiniselele! Asijabuleni! Ayisho ingoma! الحمد لله. متهيألي كفايه لحد كده وتنسوا خالص البارك ده. انسى، عايزني انسى سنتين من عمري عشتهم مع راجل اجوز وبكرهه وفي الاخر اطلع من غير حاجه؟ I don't think so. وطلعتي من غير حاجه ليه؟ ما انت معاكي جو اهو، ربنا يخليكم لبعض. عموما الحمد لله انها جت سليمه. بيتهيألك الاسد السيسي ما كانت لوحدها، كان مع الاسد سيزر كمان. بتقول ايه؟ سيزر معاهم جوه البارك دلوقتي؟ ده انتوا قاتلين قتله. انا بحب اذكرك بالسنين اللي قضيتها حتى اوصل لهالبارك وتصير المنطقه كلها ملكي. وانا مش هفكرك ان انا اصلا محامي طاهر بيه قبل ما تشتروني، ولا يمكن هستمر معاكم في الجريمه دي. استمرارك مع دول معنا، نحن بغنى عن خدمتك، حسابك واصلك. لو وقفت بطريقنا او صدر منك اي معلومه عنا حتكون حياتك هي الثمن. حياتي؟ اوكي. انما يعني ايه الفرق ما بين الاسد ومراته لا مؤاخذه؟ الاسد شعره كثيف، اما اللبوه كما ترى صلعاء.
صلحاء، الأنثى صلحاء. يا رب يكونش مخ لسع من الخضة. قلت لك 100 مرة قبل كده ما تخافيش. انت اللي لحقتنا يا متر. ما هو كان لازم. انت مش برضه مصري؟ مصري. وانا كمان. ايوه بس القرانيط والكرافتات ده اكل عيش يا راجل. تصدق ان انا في الاول افتكرت ان عصام هو عصام ده كان بيصطاد عصافير. مش كده يا جميلة؟ يلا بينا. زنجة، أنا مش هقدر أخدعك أكتر من كده. أنا كنت بكذب عليكي. زنجة، أنا متجوز وعندي ولد ومراتي زمانها على وصول. يا كتاب! عصام حبيبي، أنا جيت. وحشتني قوي. وأنت كمان يا زينب. بص شوف ابننا. مين ده؟ ابننا. ابننا من مين؟ من مين يعني ايه؟ حبيبي قلم ثانية واحدة. انت نسيت ولا ايه؟ ليلة 7 كومي و8 ترف. عملتها يا بكار. ابنك اهو يا واد يا عصام. ابني. شوف بقى هتسميه ايه؟ ست حمد لله على السلامة. نسميه ايه يا زينب؟ بكار. حلو بكار. ايه ده يا ستي؟ انت بقيت تسمعها اهو؟ ما انا خفيت وبقيت زي الفل. قروبة تيتا قروبة. صحيح يا متر اللي قالوا لي دول مدين عنك التحيات ده. على النعمة ما حصل. دول متغاظين بس عشان كشفتهم. خليهم بقى يحبوا بعض في السجن ويتجوزوا ويجيبوا لنا مسجون صغير نلعب فيه. ربنا يا اخي انه انقذ حياتي. قولي له. خد يا متر.